شفتوا الست دي بتشتكي ان مين اللي بيعتدي عليها؟ شوفوا كده. السلام عليكم يا ناس. انا عايشه في بيت اهلي، في بيت ابويا، ماشي، مع بنتي. باباها سابني وانا حامل فيها وسافر ايطاليا ومشى، ماشي. قالي كل شويه مبهدلني. ابويا راجل كويس ما بيعمليش حاجه. امي كل شويه جابت لي مره اختي وواحد صاحبه كسر عليا باب الشقه الساعه 1:30 بالليل، ماشي، وبهدلوني، ضربوني انا وبنتي وعملوا لي جرح قطعي في ايدي الشمال وبهدلوني جسمي. ورحت عملت محضر وما خدتش حقي. معايا طفلة صغيرة، بصوا طفلة صغيرة، طفلة، اروح بيها فين؟ قول لي يا سعادة الريس، الست اللي بتطلق بتتبهدل في بلدك ليه؟ قول لي. انا ما عملتش حاجه لكل اللي بيحصل لي ده والله العظيم. واخر النهارده نازله عليا بشومه وابنها يقول لي همشيكي دي شقتي. انا عايشه في بيت ابويا مش عارفه اخد حقي. اروح فين؟ انا ما بشتغلش، انا ربيت منزل، كذا مره اتصل بالنجده وما حدش ينجدني. نازلين عليا بشومه. الست دي قويه ومفتريه ومبهدلاني. النجده النجده. طبعا احنا ما سمعناش من الطرف الثاني قبل ما نحكم، لكن في العموم الخلافات اللي دبت في البيوت بقت تخوف بجد. التفكك الاسري ده هينتج عنه جيل طالع ضايع اساسا، مش محتاج مجهود من اللي نفسهم يفسدوا المجتمع. عاوزين حل جذري مش ترقيع للمشاكل، وربنا ينجينا من الفتن دي. ابعتها له.